يجب أن نضعها بشكل صحيح على محافظين المحافظات. إيداع الفلوس بالبنك المركزي، علينا إقفال أو كل المبالغ المالية بالعملة الصعبة تدخل إلى فروع البنك المركزي في العالم، وليس كل واحد يجيب لي شنطة ويقول لك هذه مرتباتك وهذه كذا. في إجراءات. إذا بعدنا النظارة، أنا ببعدها شوية معليش اعذرونا، تمام، إذا بعدنا النظارة بنشوف كل شيء، لكن إحنا لابسين النظارات السود والسيارات مصفحة وما حد يقدر يوصل لنا ولا واحد يكلمنا، وبعدين نشتكي نقول الشعب والله يا أخي متضرر، الشعب تعبان، لأنك لا شفته ولا سمعته، وللأسف الكثير ما حسيته فيه. هذا الشعب البطل له حد معين، واعتقد قد وصل إلى أعلى من الحد، سيأكل الأخضر واليابس ولا يهمه شيء. علينا أن نفكر في هذا الشعب، وعلينا على الإخوان الوزراء والحكومة أطالبهم من هذا المكان يستلموا رواتبهم بالريال وليس بالعملة الصعبة مثلهم مثل كل الله. واللي ما يقدر يستقيل يا أخي، اللي ما يقدر يستلم بالعملة الصعبة، الحياة غالية، يستقيل. دكتور الجامعة يستلم بالعملة المحلية، أنا وكيل محافظة استلم بالعملة المحلية ودرجتي وزير. لكن الباقين ما يقدروا يعيشوا لأنهم تعودوا على حياة معينة، وللأسف الكثير منهم ليسوا خبراء كبار مشان نقول والله يستاهلوا هذه العملة، فيستلموا بالريال. إذا أردنا أن نصلح فلنصلح حالنا أولا حتى يكون اليوم أبيض. ما قبل الحرب يا دكتور حلبوب كان أيضا أسود. احنا جينا في 2006 مجموعة المحفوظ بنعمل بنك يعني خاص بمليار دولار، حوربنا من البنك المركزي هذه الأيام ومنع هذا البنك، والأستاذ أحمد كان موجود هذه الأيام في وزارة المالية ويعرف التفاصيل. فرحان أن أشوف بنوك قائمة في عدن وحضرنا